شرح غرفة محرك سوزوكي ماروتي. نصلي على رسول الله. نبدأ الشرح. معانا العمة أو عمة الهواء، جوه فلتر عمة بيتنضف. معانا غطا التكهات، يبقى جوه التكهات تحت وش السلندر. معانا هنا وش الاسبريتير وتحته الاسبريتير نفسه. تمام. معانا هنا سلوك البوجوهات، وعدد السلوك دي 3، ودي متوصلة على البوجوهات على طول. ده مكان تركيب البوجوهات نفسها. تمام. معانا هنا علبة البيئة أو الكانستر. هشرح خراطيمها رايحة وجاية منين في آخر الفيديو. معانا هنا موتور المساحة. تمام. معانا هنا ده فاكيوم التكييف بتاع الماروت اللي منزلش، ملوش لازمة. ده بلف علبة الكانستر أو البيئة والخراطيم بتاعته في آخر الفيديو هنشوفهم. دي مبينة تكرير الكهرباء. ده سلك المبينة اللي من الاسبريتير للمبينة. ده سلك خروج الكهرباء من المبينة للاسبريتير. ده سلك دخول الكهرباء العمومي للمبينة نفسها، يبقى السلك الرفيع فيهم. ده خرطوم السيرفو الخاص بالفرامل. دي كوعة المية الكاوتش مسؤول عن خروج المية من قلب المكنة. دي الكوع الألمونيا الموصلة فيها. هنا معانا دي ترمبة البنزين أو الرداخ. هنا المارش مسؤول عن الدوارة. دي ماسورة دخول المية التحتانية، ماسورة التبريد برضو، راكبة من الريداتير لكويل الشجرة ال3 في خلف المكنة. دي البطارية كلنا عارفينها، سهولة أشرحها برضو. دي قربة المية بتاع الريداتير. ومعانا هنا علبة زيت تزويت الباكم أو زيت الفرامل. وهنا ده ماستر الفرامل نفسه، وده السيرفو. تمام. ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناة اشترك وفعل الجرس ودوس لايك، علشان في فيديوهات جاية جديدة لسه هتنزل، من ضمنها سلسلة عن أعطال الطريق تنفعك. نكمل شرح. ده وش التقسيمة. ده سير الدينامو، ودي عدد الأسنان، ودي علبة الكانستر، ودي خراطيمها وهي ماشية. دي تقسيمة الخراطيم وهي ماشية. بيبقى في خرطوم راح للكربراتير الصغير، والكبير بيبقى رايح على البلف اللي في صدر العربية. ده شكلهم. وده الخرطوم بتاع فاكيوم التكييف، بيبقى راكب تحت في المنفول. ركز فيه ما تخلوش يبقى واقع او يبقى ايه مصص هوا معاك، لو مصص هوا الغيه. تمام. وده خرطوم رجع البنزين من الكربراتير نفسه. وده خرطوم دخول البنزين للكربراتير. وده خرطوم دخول البنزين للرداخ اللي جاي من التانك. وده الريداتير طبعا كلنا عارفينه يعني. وهنا معانا هنا الدينامو. تمام. وده الفورم. تمام. وهنا ده المانيفول بس مش باين قوي، معلش. ده بلف التبخير بتاع الزيت اللي بياخد بخار الزيت من غطا التكهات. ده الكربراتير كلنا عارفينه. ما تنساش تشترك معايا في القناة وسكان الباركود للتواصل معايا.